الرحيم. أيها الحضور الكريم، لن أطيل عليكم، أترككم من لحظة مع قصيدة شعرية بالمناسبة سيلقيها على مسامعنا اللحظة فضيلة الدكتور سي عبد المحسن التليدي، فليتفضل سيادته مشكورا. سي عبد المحسن التليدي مفتش اللغة العربية أبى إلا أن يشارك معنا هذه الاحتفالات التي تقام بمدينة طنجة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. تحت تصفيقاتكم نرحب بالشاعر عبد المحسن التليدي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في هذا الشهر المبارك الكريم أن أسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يتولانا بعتق رقابنا ورقابكم في هذا الشهر الأبرك المجيد. أحببت أن أشارك في هذه الأمسية الطيبة بقصيدة تستمد بؤرتها الدلالية من قصيدة معروفة لأمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي. هذه القصيدة للأسف سيئة الذكر نسبيا، والتي تحمل عنوان رمضان ولا. أقرأ عليكم 3 أبيات فقط من قصيدة أحمد شوقي، يقول فيها: رمضان ولا هاتها يا ساقي، يقصد الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاق، ما كان أكثره على ألافها، أي على ألاف الخمر، وأقله في طاعة الخلاق، بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. القصيدة التي ألقيها تحمل عنوان رمضان ما ولا، والقصد معروف واضح. رمضان أقبل فاتعظ يا ساقي، هذا هلال الله في الأحداق، رمضان ما ولا ولكن أزهرت زيتونة الإيمان في الأعماق، الصوم شهر واحد للمبتلى، والدين طول الدهر للعشاق، يا سيد الشعراء في زمن خلا، لولاك تمت مخافة الخلاق، الجهر في حق الصيام بما طوى، ليل القيام فضيحة الأخلاق، ما كنت إلا ناصرا لهلاله، ولسان شوق للعلا سباق، وفتحت بابا للجهالة واسعا، لنذالة الأوباش والفساق، عميت قلوبهم المريضة فاستوى الصوم والإفطار في الأذواق، رمضان أقبل بالمباهج باسما، فالكون عرس ضاحك الأشواق، رمضان أقبل بالمباهج باسما، فالكون عرس ضاحك الإشراق، وتفتحت في كل نفس وردة فواحة مبتلة الأشواق، رحمات هدي لطفت أرواحنا، نفحات بر عاطر الإرفاق، يا باسق الحرمات يا شهر التقى، يا باذخ القربات والأرزاق، أعتق رقاب الصائمين جعلته، يا رب هذا الشهر للإعتاق، طهر فصوص الروح من أوهاقها، واشفع لنا من خسة ونفاق، من قال يا رمضان إنك راحل، القلب في نعماك ذوب عناق، مهما رحلت فلن تغادر فجرنا، نسمات نور آسر رقراق، غمرت مروج الروح في أسحارنا بالتين والزيتون والدراق، ما كنت ضيفا في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الضيوف وأنت كنت الساقي، ما كنت ضيفا عابرا إلا لمن ألف الصغار مدنس الأعراق، آلاء فضلك لا تعد تكاثرا، أعيت جريد النخل والأوراق، وتضوعت
أشواق سجدتك المنيفة أرقت فلك النجوم وسبحة المشتاق، وتضوعت في كل بيت ختمة من باقة القرآن بالترياق، وتهجدت مهج الورى برحيقها بحلاوة الأحلى على الإطلاق. في 1000 شهر ليلة القدر التي تغري السماء بطاهر الأعناق، أفبعد أن ذاق العشيق حلاوة في الطوق تطرده من الأطواق. رمضان ما ولى ولكن آذنت شيطانة من شاعر بطلاق. شكرا.